بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين ملاح. إيوا خبروني كي دايرة أحوالكم مع سيدنا رمضان. كاين شي همة، كاين شي اجتهاد، كاين شي تراويح، كاين شي قراءة القرآن، كاين شي حفظ القرآن. حذاري من المسلسلات والأفلام والسكيتشات، هادو راه غادي يضيعوا لكم رمضان. فنتمنى صديق الإخوان والأخوات اللي مبليين بهاد المشاكل هاد أن يكون رمضان إن شاء الله محطة باش يبعدوا هذه بصفة نهائية. هاد الأفلام والمسلسلات والسكيتشات هي راه مضيعة للوقت. إذن شحال من واحد من الإخوة والأخوات كيتمنى أنه يحفظ القرآن الكريم وكيدير محاولات كثيرة، ولكن مع الأسف ما كيتوفقش، بل كيوصل به الحال أنه كيتصاب بالإحباط، بل كيفكر بعيد، كيمشي بعيد، أنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش. وهذه ماشي هي الحقيقة، لأن فين راه المشكل؟ المشكل هي في الأساليب التنظيمية والتقنيات والآليات اللي كيستعملها هذا الإنسان في الحفظ. فاليوم جبت لكم واحد الواقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع واحد الأعرابي كان كيعاني من نفس المشكل. جا هاد الأعرابي لسيد النبي عليه أزكى الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، لقد عالجت القرآن فلم أستطع، فعلمني شيئا يجزئني منه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ومشى هذاك الأعرابي وهو كيرددها بالأصابع دياله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، حتى وصل للبال. إذن الإخوان والأخوات إن شاء الله مقبلين على حفظ القرآن الكريم، استعنوا بهذه الأذكار هذه، غادي إن شاء الله تفيدكم وداوموا عليها. ولكن إن شاء الله مع الهمة ومع التقنيات إن شاء الله غادي نشوفوا التقنيات والأساليب التنظيمية والأدوات اللي يمكن غادي نحفظوا بها ونراجعوا بها. يعني إحنا فيما كاين أي سبب ناخذ بالأسباب اللي هي شرعية اللي غادي تعاوننا في الحفظ. إذا حاولوا إن شاء الله أنكم تعتمدوا على هذا الأذكار هذه، وفيها خير كبير. إذا قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كملتش هنا. فلما وصل الأعرابي للباب بدا راجع، وهو راجع وكيكررها، كيستعمل اليدين دياله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم شافه وبدا كيبتسم. لما وصل الأعرابي لسيد النبي عليه أزكى الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ يعني أعطيني شي حاجة ديالي. قال له الحبيب المصطفى: إذا قلت سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله سبحانه وتعالى صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله سبحانه وتعالى صدقت،
وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال الله سبحانه وتعالى صدقت. فقل اللهم اغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. وقل اللهم ارحمني، فيقول الباري تعالى قد فعلت. وقل اللهم عافني، فيقول تعالى قد فعلت. فقل اللهم ارزقني، فيقول الله تبارك وتعالى قد فعلت. وقل اللهم اهدني، فيقول جل وعلا قد فعلت. وهكاك الأعرابي مشى في حالته وقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. يعني مشى الأعرابي ودا معاه خير كثير، ماشي خير الدنيا، خير الدنيا والآخرة، ماشي وسخ الدنيا كما كنقول. دا 5 نتاع الأذكار خاصة بالله سبحانه وتعالى ميتوزناش بالدنيا ما فيها، ودا 5 تاع الأذكار خاصين به، يعني دا 10 تاع الأذكار، وهادو هما سلاح المؤمن، هما الأذكار، هادو هما اللي نوصيكم عليهم. إذا هنا الحديث جا باش يبين لنا الأهمية نتاع هاد الكلمات التي كانت من القرآن، كانت مجزئة منه. يعني الإنسان إلا ما قدرش موفقاش الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ القرآن والتزم بهذه الأذكار فيعوضه الله سبحانه وتعالى خير. يعني نوصيكم أنكم تشدوا في هذه الأذكار هذه وتلتزموا بها، لأن فيها خير كثير وكثير وكثير. إذا إن شاء الله هنا كتكمل قصتنا بهذا الحديث الشيق مع هذا الأعرابي والأسود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله وفي قصة جديدة. إذا إلى اللقاء.